أهلا بيكم معانا في تحليل جديد ومهم. النهاردة بنبص بتمعن شوية في موضوع تعلم البرمجة، خصوصا في الفترة دي اللي هو يعني مع دخول الذكاء الاصطناعي وتأثيره الكبير. أهلا بيك. وموضوع فعلا شاغل ناس كتير الفترة دي. المعلومات اللي هنتكلم فيها النهاردة جاية من خلاصة أفكار كده من مادة اسمها فحص الواقع، تعلم البرمجة بثورة الذكاء الاصطناعي، وتحديدا من موديول فحص الواقع في كورس فايب كودينج. تمام. هدفنا بقى نفهم أكتر ليه ناس كتير قوي بتلاقي صعوبة أو خلينا نقول بتفشل في تعلم البرمجة، وإزاي الذكاء الاصطناعي ده ال AI بيأثر في الحكاية دي كلها. والأهم بقى، لو حد عايز يبدأ إزاي صح بأهداف واقعية كده. يعني نكسر الأوهام ونحط رجلينا على أرض الواقع. بالظبط. والمادة دي بتبدأ برقم بصراحة يخض شوية. بتقول إن نسبة الفشل في تعلم البرمجة لوحدك، يعني تعلم ذاتي، ممكن توصل ل 95%. الرقم ده فعلا كبير جدا، 95%. ده معناه إن في حاجة غلط بتحصل بشكل متكرر. تفتكري إيه السبب الرئيسي ورا النسبة دي؟ بص، الأسباب أكيد كتير ومتشابكة، بس ممكن نلخصها في كام نقطة أساسية. أول حاجة وأهم حاجة يمكن هي فجوة التطبيق. ناس كتير بتقع في فخ اسمه جحيم الدروس، اللي هو يتفرج على فيديوهات وكورسات كتير قوي، لكن من غير ما يكتب كود بإيده. يعني استهلاك للمعلومات بس. بالظبط. استهلاك بدون إنتاج أو ممارسة حقيقية. المعلومات بتفضل نظرية، ما بتتحولش لمهارة. تمام. النقطة التانية مرتبطة بدي، وهي عدم بناء التفكير البرمجي نفسه. البرمجة مش بس حفظ أوامر، دي طريقة تفكير وحل مشكلات. لو فضلت تتفرج بس، المهارة دي مش بتنمو. والمثابرة والالتزام برضو ليهم دور، مش كده؟ أكيد طبعا. ناس كتير بتبدأ بحماس وبعدين الحماس ده بيقل، أو بيخافوا لما يقابلوا أول مشكلة صعبة، أو بيبقى عندهم توقعات غير منطقية أصلا، فاكرين إنهم هيتعلموا في أسبوعين مثلا. ده غير بقى اختيار مصادر تعليم مش مناسبة ليهم، أو عدم التركيز على الأساسيات كويس. في مثال في المادة عن طالب شاف دروس بايثون كتير شهور، ولما جه يعمل حاجة بسيطة خالص معرفش، كان محبط جدا. المثال ده بيلخص المشكلة كلها. والحل اللي اتقال إنه كان المفروض يبدأ بحاجات صغيرة، يعني آلة حاسبة بسيطة، لعبة تخمين أرقام، أي حاجة يطبق فيها بإيده. تماماً. هو ده. التطبيق هو اللي بيثبت المعلومة وبيخليكي تكتشفي المشاكل الحقيقية وتتعلمي تحليها. المشاريع الصغيرة دي هي بداية الطريق. طيب، ده بالنسبة لصعوبة التعلم التقليدية. ندخل بقى على العامل الجديد، الذكاء الاصطناعي، ال AI. السؤال اللي بيطرح نفسه بقوة، هل ال AI ده هيخلي المبرمجين يقعدوا في البيت؟ هل هياخد مكانهم؟ ده السؤال الأهم يمكن دلوقتي. بص، وجهة النظر اللي عليها